الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. بمناسبة قدوم رمضان شهر الرحمة والغفران، أود أن أحدثكم أيها الأحبة عن أعظم العبادات التي تميز هذا الشهر الفضيل. نعم، إنها صلاة التراويح. هي ليست مجرد صلاة عادية، بل هي رحلة إيمانية تعانق فيها الروح أنوار الطاعة، وترتقي فيها القلوب بالقرب من الله سبحانه وتعالى. صلاة التراويح هي صلاة قيام الليل في شهر رمضان المبارك، تؤدى بعد صلاة العشاء وتنتهي قبل أذان الفجر. سميت بالتراويح لأن المسلمين كانوا يستريحون بين كل ركعتين عند أدائها في جماعة. ليس لها عدد ثابت من الركعات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها 8 ركعات ويوتر ب3. هذه السنة المستحبة سبب لمغفرة الذنوب، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كما أنها من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد لربه، وسبب لنيل رحمته، كونها شكل من أشكال قيام الليل الذي أثنى الله عليه ووعد القائمين به بأجر عظيم. ينبغي الحرص على صلاة التراويح في جماعة لمن استطاع، أو حتى في المنزل، متابعة الإمام حتى يتم الصلاة وعدم التقدم عليه، كذلك الحرص على الخشوع وعدم التسرع في الصلاة، وطبعا الإخلاص لله تعالى واحتساب الأجر. في الأخير، اعلموا أن المؤمن يجتمع له في شهر رمضان المبارك جهادان لنفسه: جهاد بالنهار على الصيام، وجهاد بالليل على القيام، فمن جمع بين هذين الجهادين وفي أجره بغير حساب. كانت هذه الحلقة من سلسلة مختارات رمضانية بعنوان فضل صلاة التراويح، تحت تقديمي أنا طالبة السنة أولى صيدلة العجال روان، بالتنسيق مع مصلحة النشاطات الثقافية والعلمية، وتحت إشراف السيدة إنشيري وسيلة مديرة الإقامة الجامعية بوحديد عنابة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.